وازيكم النهارده معانا حلقة عن تربية الحلزون الإفريقي العملاق. والحلزون دوت من الكائنات اللي بتتربى في البيت زيها زي الكائنات الحية، وفي كمان منه فوائد إن الناس بتستخدمه إن هو بيفرز الكولاجين للجسم وللبشرة. بتستخدمه في حاجات طبية كتيرة جدا وهنبقى نتكلم عنه برضه باستفاضة. أول حاجة الحلزون بيحتاج إيه؟ بيحتاج علبة واسعة على قد الحجم بتاعه المناسب ليه. تاني حاجة إن هو بيحتاج بيتموس، وهو البيتموس ده عبارة عن تربة زراعية بنفرشها في الأرضية علشان تحتفظ بالرطوبة، لأن الحلزون عبارة عن رطوبة. لو الرطوبة قلت عنده أو جفت عنده بيبتدي يخش في خمول، ولو الرطوبة ما توفرتش لفترة هيبتدي يخش إن هو إيه، تلاقيه مات منك. طيب، البيتموس دوت احنا بنجيبه بنفرش الأرضية وبنرطبه بالبخاخة كل يوم أو يومين أو 3 على حسب ما احنا نلاقي إن الرطوبة قلت، وبنحط له طبق مية برضو إضافي عشان لو احتاج يشرب منه، لان هو روحه كله في المية والرطوبة. وكمان بنحط له الكالسيوم علشان خاطر ان هو وقت ما يبقى محتاج منه بيبتدي ياكل منه عشان خاطر الجسم يستمد بالكالسيوم اللي هو محتاجه. وتالت حاجة الأكل بتاعه بياكل كل حاجة يعتبر من الخضروات وكل حاجة من الفواكه ما عدا الحمضيات. زي ما انتم شايفين كده احنا جبنا الخس ونبتدي نحطه له، ونبتدي بعد كده نغير الاكل كل يوم او يومين على حسب الجو، ان ما نسيبش الاكل يبوظ عندهم علشان خاطر ما يعملش ديدان، ونبتدي نضطر ان احنا نغير الفرشه بتاعتهم او البيتنس بتاعهم كل يوم او كل يومين. اهم حاجة الحلزون من الكائنات اللي هي بتقدر تعيش وبتقدر تستحمل ظروف المعيشة، ولكن انت وفر له البيئة المناسبة ليه وانت هتلاقيه بيكبر معاك بسرعة في تطورات ملحوظة جدا. زي ما انت هتشوفوا في اخر الفيديو الحلزونات ديت باضت وابتدينا خدنا البيض وحضرناه لحد ما فقس، وهعمل لكم فيديو مفصل عن البيض وعن الحلزونات الصغيرة من ساعة ما اتباضت وخدنا البيض ازاي ونقلناه ولحد ما اتفقس معانا وطلع حلزونات صغيرة. الحلزون من اول ما بيطلع من البيضة بياكل، مفيش اي مشكلة بالنسبة له. كمان معلومة، الحلزون لو انت اول مرة تعرف ان هو حامل الجنسين، مفيش منه ذكر مفيش منه انثى، يعني الذكر ينفع يبقى انثى والانثى تنفع تبقى ذكر في اي وقت، كل واحد على حسب مزاجه يعتبر. فلو انت فكرت ان انت تشتري حلزونات ما تشيلش هم ان انت تجيب ذكر او نتاية، هو انت لو جبت 2 هما هيقوموا بالواجب ويتجوزوا وينتجوا معاك. حقيقي من الكائنات الممتعة ومن الكائنات المسلية في التربية، وزي ما انتم شايفين دول الصغار بتاعهم بعد ما فقسوا. لو عايزين نتكلم عنهم قولوا رأيكم في الكومنتات ونعمل لكم حلقة عنهم بالاستفاضة كبيرة. السلام عليكم.